تبدأ الحكاية بالحديث عن سقوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض بعد العصيان. يسلط القرآن الضوء على فكرة الهبوط بقوله: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة الأعراف 24. هذا الهبوط لم يعطي تفاصيل دقيقة حول المكان الذي نزل فيه آدم عليه السلام أو حواء. ثم ننتقل إلى ما ذكر في كتب التفسير، حيث توجد روايات تشير إلى أن آدم نزل في الهند، خاصة في جبل سرنديب المعروف الآن بجبل آدم في سريلانكا. وبالنسبة للسيدة حواء، قيل إنها نزلت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. بعد عدة سنوات التقى آدم وحواء عند جبل عرفات، وبالتالي جاءت تسمية عرفات من تعارفوا هناك. لكن المهم ملاحظة أن هذه الروايات تعتمد على الإسرائيليات، وهي أخبار مأخوذة من كتب أهل الكتاب ولا يمكن اعتبارها أدلة قطعية. القرآن أكد على فكرة الهبوط بعد المعصية دون تحديد المكان تحديدا دقيقا، بينما الروايات التي حددت الأماكن يمكن اعتبارها محتملة وليست مؤكدة. المهم ليس أين نزلوا، بل لماذا نزلوا، حيث أن الله أنزل آدم وحواء للأرض ليبدأوا حياة تتضمن العمل والتعب والاختبار والتوبة والرسالة. بدأت رحلة الإنسان كنبي ومعلم وأب لكل البشر. في الختام، الحكاية ليست فقط عن المكان، بل هي عن التوبة، الرحمة، والبداية الجديدة. حتى عندما يخطئ الإنسان، يفتح الله له باب الرجوع دائما. ويختتم النص بدعوة للصلاة على النبي ومشاركة الحلقة مع الأحباء، ويدعو المشاهدين للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للحصول على المزيد من الحكايات المقبلة.